وألا تستطيل أكثر مما هي، وإن امرأ يلقي نظرة على أحوال أمتنا المحمدية الإسلامية في هذه اللحظة من تاريخها يرجع بانطباع مؤكد وقوي وضاغط أن الأمة في هذه اللحظة من تاريخها ينقصها الكثير من التعاطف والاتحاد والتراحم، وبالإزاء لا ينقصها شيء من الشنآن والتباغض والتعادي والتناحر والتشظي، فخزينها ورأس مالها من هذه المعاني السيئة المزرية المردية كثير، بلغ بها إلى حد الاحتراب، بلغ بها إلى حد أن يقتل بعضها بعضا، وأن يلعن بعضها بعضا، وأن يكره بعضها بعضا، وأن يؤلب بعضها على بعض، وأن يأتمر بعضها ببعض. وهذه لعمر الحق حالة لا ترضي إلا عدو هذه الأمة ومبغضها وخصمها الألد، على أنها حالة تدمي قلوب المؤمنين وتقرح عيونهم وتصيبهم بالكباد والمرار والهم الزؤام. لكن إخواني وأخواتي، هل هناك من أسباب يمكن أن يتلمسها البصير اليقظان وراء هذه الحالة من الاحتراب والتشظي والانقسام والتشانؤ والتباغض والتلاعن والتكاره والتعانف التي سطت واستبدت بهذه الأمة المرحومة؟ لا جرم أن هناك جملة أسباب، ليس مجرد سبب واحد مفرد. لكن قبل أن نخوض في هذه الأسباب علينا أن نتساءل مرة أخرى، وبلا شك نحن في ظرف ينبغي علينا أن نتخفف فيه من أبهاض ومن أوهاق وثوقيتنا. هذه الوثوقية أضرت بهذه الأمة أو بقطاع كبير منها لا يستهان به، فعلينا أن نتخفف منها بإدمان طرح السؤال. علينا أن نعود أنفسنا أن نتساءل بدل أن ندعي أننا نمتلك الجواب الأخير والقول الفصل والحقيقة المطلقة. فهذه الوثوقية خطيرة جدا إخواني وأخواتي، هذه الوثوقية في منتهى الخطر، في منتهى التهدد لهذه الأمة، لأن الواثق على هذا النحو هو الذي يمكن أن يلغم نفسه ثم ينطلق ليفجر جماعة من أمته. الواثق على هذا النحو بالضبط، والواثق فقط على هذا النحو، لأن من لم تكن ثقته أو وثوقيته تاما 100% فإنه لا جرم لا يمكن أن يقدم على هكذا خطوة، يتقدم خطوة أو خطوات لكي يزهق نفسا معصومة، لكي يضرب بخنجر مسموم في كبد بلده ووطنه، لكي يعمل على مزيد من تجضية وتفريق أمته وأبناء أمته. الواثق فقط، والواثق بشكل مطلق وتام كما نقول 100% هو من يمكن أن يقدم على هذه الخطوة. شيء عجيب أن يكثر أمثال هؤلاء الواثقين في هذه اللحظة التي لا يمكن لأحد أن يزعم فيها أن المستوى العلمي والمعرفي والثقافي فضلا عن المستوى الروحاني الإيماني في أحسن أحواله. الأقرب إلى الحقيقة أن يقال إن هذه المعاني كلها في مستوياتها الدنيا ربما في الحضيض تقريبا وليس في الذروة والقمة. لكن لا عجب، بالضبط حين تكون أمة من الأمم في حضيض مستويات هذه المعاني في هذه اللحظة بالذات وبالضبط تفرز مثل هذه الأمة أعدادا هائلة من الوثوقيين، من أصحاب منطق العنف، منطق الإرهاب، منطق الإقدام على أي جريمة، على أي شنيعة، على أي كبيرة، على أي فاحشة دونما حريجة، دونما أدنى تردد. إخواني وأخواتي، وضع مفزع بلا شك، وضع مخيف، وضع مفزع ووضع مخيف إخواني وأخواتي. فعلينا أن نتساءل مرة أخرى كيف يمكن أن يتظاهر الإيمان ونحن أمة الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى؟